السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض صينية قرنبيط في الفرن بدون طبعا دهون كتير وبدون زيوت كتيرة. زي ما انتوا شايفين شكلها تحفة تحفة جدا جدا، وكمان طعمها رائع جدا جدا. ينفع بقى تتاكل بالعيش، تتاكل بالرز، زي ما انتوا حابين، بس بالنسبة لي انا بفضلها بالعيش. يا ريت لو اول مرة تشوفوا قناتي، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وشير للفيديو. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة كده على النار معايا حلة فيها كمية كبيرة جدا من المية. طبعا انا هستخدم زهرة كاملة او قرنبيطاية كاملة. والمية بتغلي فيها شوية ملح، حابين تحطوا كمون كمان مفيش مشكلة. وهنزل بالقرنبيط بتاعي وهخليه يتسلق تماما، يبقى يتسلق كويس جدا كده. هاجي بقى في طاسة على النار، هحط شوية من الزيت. الزيت بتاعي يسخن، هنزل بيه بصلتين حلوين كده او بصلية كبيرة. يا دوب بس البصلة تدبل، هنقلبها من وقت للتاني زي ما انتوا شايفين. حابين بقى بصل ابيض، بصل احمر، مفيش مشكلة. انا بالنسبة لي انا بفضل البصل الاحمر، بيبقى حلو جدا في الاكل. انا بصراحة بفضله في كل الطبخ بتاعي. هنقلب بقى البصلة وتاخد بس كده يا دوب بس تدبل حاجة خفيفة. هكون مجهزة معايا يا اما فلفل الوان او فلفل رومي اخضر. طبعا انا عشان ما عنديش فلفل الوان، كان ما عنديش فلفل الوان فاستخدمت الفلفل الرومي. نزلت كده بكمية من الفلفل الرومي، طبعا دي كلها على حسب الكمية اللي انت هتستخدميها. هنا كده انا استخدمت 3 فلفلات رومي وقطعتهم مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. يدوب بس هنتبلهم بقى حاجة بسيطة كده. هكون برضو مجهزة طماطمتين كده متقطعين مكعبات. مسافة بقى ما الفلفل يدبل مع البصل، طبعا انا حطيت البصل الاول لان البصل بياخد وقت في انه يدبل، وكذلك بقى الفلفل. يعني احنا بنحط الحاجات اللي بتاخد وقت اطول الاول. بعد بقى ما الفلفل اتبل معانا، هنزل بقى بالطماطم. سوري، يعني في حتة كده انا نسيتها او جزئية. قبل ما انزل بالطماطم كنت انا عاملة معلقة من الثوم المفروم او المطحون ثوم. ضفته قبل ما اضيف الطماطم. وبعد كده حطينا الطماطم. بعد ما حطينا الطماطم هنحط بقى رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود ورشة من الكمون. يبقى انا استخدمت هنا فلفل رومي، بصل، طماطم، ثوم. الثوم بيدي نكهة حلوة جدا للقرنبيط. هنقلب بقى المكونات بتاعتنا، ودي كده رشة من بهارات الطبخ. ممكن نحط بهارات طبخ وممكن ما نحطش، ونقلبهم كده وهنطفي عليهم النار. بس الطماطم تدبل وينه وتنشف، هنطفي النار. هاجي هنا بقى للقرنبيط بعد ما سلقناه وبقى طري خالص. هاجي كده بقى بشوكة وههرسه زي ما انتوا شايفين كده. لازم نهرسه كويس جدا. على فكرة ممكن نضيف في الوصفة دي لحمة مفرومة، وممكن ما نضيفش، يعني ممكن نعصج لحمة مفرومة ونضيفها في المكونات بتاعتنا في الوصفة دي. لكن اللي مش حابب او مش متوفر عنده لحمة مفرومة ممكن ما يضيفهاش. انا هنا طبعا في الوصفة ما ضفتش لحمة مفرومة. هاجي هنا بقى للطبقة او الخلطة التالتة معانا، او التانية. معايا هنا كوبايتين من الحليب، هنزل عليهم ب3 من البيض. وطبعا هنديلهم كده رشة من الفلفل الاسود عشان طبعا الزفارة بتاعة البيض. هنزل ب3 معالق كبار من الدقيق، وهنقلب المكونات بتاعتنا مع بعض. ومعايا هنا كده خضرة، معايا بقدونس ومعايا شبت، قطعتهم زي ما انتوا شايفين كده وقلبناهم في الخليط. هنقلب بقى الخليط بتاعنا كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، لغاية لما الخليط. انا ضفت كمان معلقتين من الدقيق. وهنقلب الخليط بتاعنا لغايه لما الخليط كله يمتزج مع بعض، وما الاقيش بقى كتل معايا من الدقيق او الطحين جوه الخليط بتاعي. لازم يكون كله دايب مع بعض. وصفه سهله جدا وبسيطه، وكمان طعمها رائع جدا جدا. قلبنا الخليط، هنركنه بقى على جنب. هجيب بقى القرنبيط زي ما انتوا شايفين كده، هقلب معاه الخضار اللي احنا عملناه. اضيف عليه الخضار. طبعا دي صينيه كبيره يا جماعه، مقاس 28.
هنقلب بقى الخليط، احنا ممكن نستكفي بالخطوة دي ونستبعد البيض بالحليب لو انتوا مش حابين. تمام. وبنقلب كده زي ما انتوا شايفين كده لغاية لما كل القرنبيط ياخد من الخلطة اللي احنا عملناها، اللي هو البصل بقى والثوم والفلفل والطماطم. هاجي هنا بقى ليه خليط البيض بالحليب والدقيق. ممكن نستبعد الخطوة دي وممكن نضيفها على حسب ما انتوا حابين، يعني ممكن نحطها ممكن ما نحطهاش. هندي بقى ايه كده تقليبة خفيفة بقى للخضار مع الحليب والبيض زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما انا قلت لكم ممكن نضيف بقى لحمة مفرومة في الخلطة بتاعتنا دي واحنا بنضيف الخضار. هحط بقى رشة كبيرة جدا كده من الموتزاريلا زي ما انتوا شايفين كده، وممكن نحط شيدر قابلة للسيحان او الذوبان زي ما انتوا شايفين كده. وبنحط بقى ممكن نحط ميكس جبن زي ما انتوا حابين. وطبعا هندخلها على الفرن على درجة حرارة 200 درجة على الشبكة في النص. هتطلع معايا بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنزينها كده بشوية بقدونس صغيرين، وطبعا هنقطعها وهي سخنة. اللي حابب بقى ان هو يسيبها لغاية لما تبرد كده وهتبقى معايا قطع متماسكة. نيجي بقى نقطع كده ونشوف الجمال والحلاوة دي. بصراحة مش قادرة اوصف لكم قد ايه ريحتها كانت جميلة جدا جدا، وكمان طعمها رائع جدا جدا. انا على فكرة انا الولاد عندي في البيت ما بيحبوش القرنبيط، وانا كذلك ما بحبش القرنبيط، بس الوصفة دي خلتني ان انا احبه جدا وانه انا اعمله على طول. نقطع بقى زي ما بنقطع البيتزا كده، بيبقى طعمه رائع جدا جدا. وصفة بصراحة سهلة جدا ولذيذة جدا جدا. ايه رأيكم بقى؟ خطيرة خطيرة جدا جدا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، ولايك وشير. باي باي.